يا أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير من كل قلبي، أتمنى تشوفون فيديو وأنتم بألف صحة وعافية. اليوم راح أسوي معكم مخبوزات بالميرامية مع التوت البري. أدري إن المزيج غريب شوي، بس الطعم صدق انفجار نكهات. تخيلوا حلاوة التوت المجفف مع ريحة الميرامية العطرية والزبدة المكرملة، يعني خلت الفطاير في حتة تانية، في عالم ثاني. لازم تجربونها. اكتبوا لي في الكومنتات إذا تحبون الطعم الكلاسيكي ولا النوع هذا من النكهات. اكتبوا لي لأنه مرة يهمني أعرف رأيكم. طبقات فظيعة لذيذة ومتشبعة نكهات، وراح أوريكم إياها عن قرب. طبعا صورتها بهالشكل عشان تشوفون طبقات وقديش متشربة النكهات. شي مرة لذيذ، فخلوكم معانا. راح أسوي إن شاء الله بهذه الطريقة سهلة. أول شي عندي 180 جرام من الموية، أضفت نص وأكمل النص الثاني لو احتاجت العجينة. عندي 120 جرام من كريمة الطبخ أو كريمة الخفق المتوفر عندكم. 36 جرام من السكر الأبيض. وعندنا الخميرة الفورية، طبعا راح أكتب لكم في صندوق الوصف مقادير بالكوب بالجرامات. عندنا الميرامية المجففة، لو عندكم طازجة يفضل تستخدمونها، الأفضل يعني. عندكم بهارات الدجاج أو بهارات الكبسة أو بهارات مشكلة. ضفت منها كمية راح أكتب لكم في صندوق الوصف كل المكونات، وراح أخلطها شوي، وبعدها طبعًا نفصل بين المكونات السايلة والجافة بإن نخلطها، يفضل هذه ال الخطوة. أضفت الزبدة وأضفت بيكنج صودا، كمان راح أضيف الملح، وراح أخلطها لمدة تقريبًا أو أعجنها لمدة تقريبًا من 5 ل7 دقايق على حسب إلين تنعم معانا العجينة. أحب أخليها على درجة سرعة مرة تكون هادية، وأخليها تاخذ راحتها في العجن. المطبخ عندي بارد، المكونات باردة، فما راح تسخن معي العجينة بكل سهولة. شايفين كيف؟ تقريبًا بعد 7 دقايق صارت معانا بهذا الشكل. عجينة لامة نفسها، ما تلصق في اليدين، طرية مرة بهذا الشكل. ولو أتكلم لكم عن الريحة، صدق شي خرافي. أول مرة أشم ريحة الميرامية مع العجينة، ريحتها مرة حلوة، عطت ريحة ونكهة. صراحة الطعم مرة حلو، والشكل مرة حلو. كمان الريحة تحسون من يوم تعجنونها يطلع معاكم ريحة مرة عطرية وفواحة. طيب راح أجهز معاكم الصحن اللي حخمر فيه العجينة، وبعدها طبعًا رشة زيت للاحتياط أو بخة من الزيت، وراح أحط العجينة، وبعدها راح أغطي عليها، وراح أخليها لمدة ساعة في مكان درجة حرارته واحدة. مثل إيش؟ مثل الميكروويف أو الفرن ما يكون مسبق التسخين، يعني ما قد تسخن فيه، تكون درجة حرارته الحرارة العادية، لكن درجة الحرارة واحدة عشان يعطينا أفضل نتيجة للعجينة قد ما نقدر. بهذا الشكل راح أروح أخمرها، وراح أرجع أوريكم إياها كيف بعد ما تضاعف حجمها. الحين شوفوا تبارك الرحمن، تخمرت وصارت عندنا جاهزة، والنكهة تشربت في كل العجين لأن الريحة صراحة صارت مرة واضحة. طيب راح آخذ العجينة وراح أفردها كذا يعني يكون سماكة بهذا الشكل، وراح أبدأ أدهنها بزبدة بحرارة الغرفة. بعدها راح أبدأ أحط عليها التوت البري المجفف، له اسم ثاني يسمونه زرشك، اللي ينحط على الأكل الكبسات وذي، هذا هو اللي استخدمته. لو كانت القطعة مرة كبيرة تقدرون إنكم تصغرون الحبات كذا، تقصونه بمقص أو تقطعونه شوي بحيث إنه ينعم معاكم. طيب عرض المربعات اللي راح أقطعها على حسب كل شخص قديش يبغى الفطيرة تكون، كبر الفطيرة. أنا تقريبًا 4 أصابع تقريبًا مع 4 أصابع، يعني 4 أصابع في 4 أصابع، وصارت معي بهذا الشكل. طبعًا الطبقات راح أشيل كل من المربع وأضيفه فوق بعض، كل 4 طبقات بهذا الشكل راح تكون عندي فطيرة، أو راح أحطها في ال الكوب حق الكب كيك. بهذا الشكل راح أوريكم، شوفوا كيف طبقات فوق بعض. بس راح أحطها بهذا الشكل بشكل طولي في كوب صينية الكب كيك. كملت كل الكمية، راح أريحها لنص ساعة بينما يسخن عندي الفرن. هاسخن الفرن من فوق ومن تحت درجة حرارة 225، بس
أبغاها ترتاح بعد التشكيل عشان ما تمتد أول ما ندخلها الفرن بالزيادة معانا، فلمن ترتاح بعد التشكيل تعطينا شكل مرة حلو حتى بعد الخبز. الحين راح أدهنها بالبيض وكريمة الطبخ أو كريمة الخفق المتوفر عندكم، راح أخلطهم مرة كويس وبعدها راح أدهن كل الصينية من جميع الجهات، وبعدها راح آخذها على الفرن تقريبًا حدود من ربع ساعة إلى 20 دقيقة. طلعتها وخليتها يلين تصير بحالة الغرفة، بعدها شوفوا تبارك الرحمن، ودي بس لو تصلكم الريحة والطعم، صراحة الريحة مرة يعني جميلة، والطعم كمان راح يصدمكم لأنه طعمه مرة غريب ولذيذ بنفس الوقت، وهي طازجة كمان أعطاها لذاذة مرة، وتخيلوا من برا مقرمشة من جوا طرية جدًا طراوتها مو عادية، فجربوها واكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وبس وبألف صحة وعافية عليكم مقدمًا، ومنشنوا هالفيديو لحبايبكم والناس اللي تحب المخبوزات الغريبة، وبس استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.